السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو وقت النجاة الذي يغفل عنه ملايين المسلمين. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر المسلمين يعلمون قدر الثلث الأخير من الليل، وهو وقت عظيم جدا، ومنهم من يحرص على القيام في ذلك الوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة، يعني في الثلث الأخير من الليل، فينادي ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. لكن أكثر المسلمين يغفلون عن أفضل أوقات الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل اللي هو تقريبا آخر 3 ساعات قبل الفجر، لكن أهم وقت بقى في ال3 ساعات ده هو الوقت اللي قبل الفجر مباشرة بحوالي نصف ساعة أو ساعة، اللي هو بيسموه وقت السحر. ده بيسموه العلماء وسلفنا الصالح يسموه وقت النجاة، ومن أعظم ما يتميز به أهل الجنة. قال تعالى عن قصة سيدنا لوط عليه السلام: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر فكان نجاتهم، يعني لما آل لوط نجيناهم كانت النجاة في وقت السحر. بل قال جل وعلا في وصف أهل الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. فوقت السحر هو وقت النجاة، فمن كان يشكو من هم أو كرب أو حزن أو دين يقوم في وقت السحر، طبعا يصلي ركعتين ويستغفر بعد ذلك في آخر وقت السحر. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما سئلت عن صلاة الوتر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: من كل الليل قد أوتر، يعني صلى في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره، ثم قالت: فانتهى وتره إلى السحر، يعني كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما استقر عليه في نهاية حياته هو أن يصلي صلاة الوتر في وقت السحر بفضل الله سبحانه وتعالى. فقبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة هو أثمن وقت السحر، فاستغفروا واسألوا الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، فقد قال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. بل ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه موقوفا عليه أنه قال أن داود عليه السلام قال: يا جبريل، ما أفضل وقت في الليل؟ فقال جبريل: لا أعلم، إلا أن العرش، أي عرش الرحمن، إلا أن العرش يهتز في وقت السحر. الله أكبر. بيقول له: أنا ما أعرفش أنهي وقت أفضل في الليل، لكن اللي أقدر أقوله لك إن عرش الرحمن بيهتز في وقت السحر. وقد ذكر بعض المفسرين أن الله عز وجل، وركزوا معايا، ذكر بعض المفسرين أن الله عز وجل يأمر بفتح أبواب الجنة كل ليلة في وقت السحر طوال العام. هي أبواب الجنة بتتفتح يوم الاثنين والخميس اللي بترفع فيها الأعمال إلى الله وبتفتح فيها أبواب الجنة، تمام؟ وفي شهر رمضان بتفتح أبواب الجنة الشهر كله. لكن هنا بقى ذكر بعض المفسرين إن في وقت السحر فقط بتفتح أبواب الجنة كل ليلة. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: إذا جاء وقت السحر قال الله عز وجل للجنة: تطيبي لأهلك، فإن، يعني ده كلام جابر بن عبد الله، بيقول: فإن ما تجدون في السحر من برد الجو، يعني من الجو كده الجميل والنسمة اللطيفة دي، قال: إنما هو من برد الجنة. الله أكبر. فهذا أحبابي أثمن وأعظم وقت في اليوم كله، اللي هو وقت السحر. تقوموا تصلوا ركعتين
وتقعدوا في آخر نص ساعة كده تستغفروا الله وتسألوا الله عز وجل من كل خير في الدنيا والآخرة. فلا تغفلوا عن الاستغفار في وقت السحر، وأن تسألوا الله عز وجل أن يفرج همومكم وهموم المسلمين، واسألوا الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.